أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. جماعة ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. احكولي اخبار رمضان والصيام معاكم ايه لحد دلوقتي؟ عدى اسبوع وقربنا نخلص الاسبوع التاني. انا بالنسبه لي، انا بصراحه بحس ان الحياه في رمضان منظمه لوحدها وعارفه اظبط السكادجول بتاعي، وبحب رمضان جدا ومن اكتر الفترات المقربه والمحببه لقلبي في السنه كلها. على عكس الفتره اللي بعد العيد. الفتره اللي بعد العيد دي يا جماعه بحس ان انا عندي seasonal depression كده ومش قادره اتعايش مع الحياه، اللي هو روتيني اللي انا متعوده عليه في رمضان خلص، العجن اللي بيحصل في العيد ده خلص ورجعت بقى للحياة. فلا مش قادرة افكر فيها، يعني انا هستك تو ذا مومنت وهركز في الوقت الحالي وفي رمضان عشان انا مبسوطة بالجو ده. وكمان مرة كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وبعتولي كده على انستجرام قولولي رمضان ماشي معاكم ازاي واخباركم في الصيام ايه. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على رمضان، ولو ما سمعتوهاش ارجعوا واسمعوها، حلقة رمضان جانا. انما النهاردة بقى هنرجع لمواضيعنا اللي احنا بنحبها والاسئلة الوجودية اللي احنا بنحبها عادي جدا. ومن فترة بدأت يظهر قدامي كتير قوي اغنية محمد منير بتاعت لو بطلنا نحلم نموت. الصراحة يعني بدأت تظهر قدامي من أول لما عمر مرموش راح مانشستر سيتي والناس بقى قعدت تاخد صور مرموش زمان وصلاح ولو بطلنا نحلم نموت الأحلام وتحقيق الأحلام والكلام الحلو اللي كلنا بنحبه ده. ولسبب ما في دماغي كل ما بسمع كلمة لو بطلنا نحلم نموت أو الأغنية نفسها بفتكر مقولة تانية أو جملة تانية الناس بتقولها: احلم على قدك وعلى قد لحافك مد رجليك. فدماغي عملت ايرور، يعني ايرور 404 كده، 404. طب ايه الصح؟ هل احنا فعلا لو بطلنا نحلم نموت، ولا احنا لازم نحلم على قدنا وعلى قد لحافنا نمد رجلينا؟ والكلام ده مش عندنا احنا بس، يعني المقولتين دولت اللي عكس بعض مش موجودين عندنا احنا بس، يعني بره برضو يقولك dream big, aim high, aim for the sky، الحاجات دي كلها. و at the same time يجي يقولك stay grounded, be realistic، خليك متواضع، خليك شخص واقعي. فدماغي قعدت تودي وتجيب ايه الصح وايه الغلط. في الحقيقة لما قعدت افكر في الموضوع قوي لقيت ان ده صح وده صح، يعني at some point كل واحدة فيهم صح بصراحة. يعني dreaming big او ان احنا نحلم الاحلام ببلاش، فدي حاجة بتهون الواقع وبتخلينا اللي هو عندنا احساس كده ان احنا ممكن نغير الواقع اللي مش ألطف حاجة او الواقع اللي مش عاجبنا دلوقتي. والاحلام الكبيرة، الجولز الكبيرة والدريمز الكبيرة ساعات بتكون هي الحاجة اللي بتحرك الناس ان هم يمشوا خطوة لقدام ويغيروا حياتهم، مش بس حياتهم، يعني يغيروا حياة ناس تانية معاهم. لان في ناس كتير لما حلموا كبير وما حلموا احلام كبيرة وما حلموش احلام على قدهم بس، فتحوا الطرق لناس تانية كتير. بما ان الحكاية جاية من حكاية الكورة والاحتراف وكده، واحد زي محمد صلاح لما احترف وحلم ان هو يطلع بره البلد ويحترف بره ويلعب كورة بره، مش بس يختار اهلي وزمالك والكلام ده، اكيد at some point لكل لعيبة الكورة اللي جم بعده هو سهل لهم الطريق، حسسهم ان دي حاجة achievable، دي حاجة ممكن تحصل. يعني هو مش بس فاد نفسه، هو كمان فاد اللي حواليه. قيس بقى على كده كل الناس اللي حلمت احلام كبيرة، مش بس احلام على قدهم وما مدوش لحافهم على قد رجليهم بس، لا هم قالوا ليه ما نجيبش لحاف كبير يبقى على قد رجلينا والزيادة كمان. فالطموح الكبير والايمان ان there's nothing impossible، مفيش اي حاجة مستحيلة، ده حاجة ممكن تودي الناس في حتة تانية، ممكن تنقل الناس نقلة كبيرة جدا. وبرضو at the same time
انا بحس ان هي سلاح ذو حدين. ليه بقى؟ لان الاحلام الواقعية او الاحلام اللي على قدنا دي بقى حلم على قد قدراتنا، ف ان احنا نعمله achieving او ان احنا نحققه بيبقى بنسبة اعلى. يعني ال possibility ان احنا نحقق الحلم اللي على قدنا او الحلم الواقعي بتبقى اكتر من الاحلام الكبيرة. فلما بتتحقق بنبدأ ناخد ثقة في نفسنا، فنقدر نكمل لقدام اكتر، على عكس الاحلام الكبيرة اللي ممكن لو محققناهاش نحبط احباط مش طبيعي. فلما قريت الكلام ده وانا بعمل ريسيرش للحلقة، وقريت ان الناس منقسمة ما بين الرأيين، رأي ان احنا لأ يا جماعة we have to dream big عشان dreaming big is the key to success، وناس تانية بتشوف لأ، ان احنا لازم يبقى عندنا small achievable dreams اللي بتخلينا عندنا احساس كده بالفولفيلمنت وان احنا مرضيين. حيرتي زادت اكتر، ما بقتش عارفة ايه الصح، يعني ان انا احط اهداف رياليستيك او اهداف حقيقية وواقعية، ولا احلم. ما الاحلام مجاني، ما بدفعش فيها فلوس. قعدت اعصر دماغي، وانا طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اسحل نفسي في مواضيع وافكر فيها، فده كان ماتيريال حلو قوي ان انا اسحل نفسي وافكر فيها. وتوصلت ان a mix of both is more than perfect، ان الافضل ان احنا نعمل mix and match كده، نعمل خلطبيطة ما بين الاتنين، ما بين الاحلام الكبيرة، الاحلام اللي بتدينا امل ان هو لا عادي احلم، ما فيش حاجة مستحيلة، كل حاجة ممكن تحصل. dream big يا جماعة، يعني احلموا احلام كبيرة، احلموا كتير. وما بين ان احنا نحط مش بقى احلام، نحط جولز، نحط اهداف واقعية علشان توصلنا للهدف الكبير. بمعنى، تعالوا نرجع تاني لمثال الكورة علشان هو ده اوضح مثال، وحاسة ان هنقدر عادي نريليت ليه ونحط اي صورة شخص قدامنا فنبدأ نفهم المثال. يعني لاعب او بني ادم قرر ان هو عايز يحترف، وهو اصلا بيلعب في نادي بسيط جدا في بلده اللي هو فيها، ايا كان نادي مغمور حتى في بلده اللي هو فيها. فهو بيحلم ان هو يحترف، يلعب في تشامبيونز ليج، يلعب في بريمير ليج. بيحلم بقى احلام كبيره، وهو اصلا بيلعب كوره في الشارع مع صحابه. ده كده الحلم الكبير اللي هو dreaming big، هو بيحلم حلم كبير. ولكن هو لو فضل يحلم الحلم الكبير ده يحلمه، مش هيجرى حاجه، هتفضل حياته تقريبا زي ما هي، مش هيتغير فيها حاجه. لكن لو قرر ان حلمه ده هو هيحققه، فعلشان يحقق حلمه الكبير لازم يحط احلام اصغر، لازم يحط اهداف اصغر، واقعية اكتر، achievable اكتر، او نسبة تحقيقها اعلى. فلما يبدأ يحط الاهداف الصغيرة والاحلام الصغيرة دي قدامه ويحلم بيها، هيحققها وهتاخده للاحلام الكبيرة. يعني يبدأ يحط قدامه هدف ان هو عايز يلعب في نادي معروف اكتر شوية، عايز يحسن من نفسه بدنيا، عايز يعمل وعايز يعمل، وكل بقى الحاجات التانية اللي تساعد الشخص ان هو يحترف او ان هو يتشاف، يبقى to be seen، فيبدأ بقى يتاخد في النوادي الكبيرة بره. فده ال perfect scenario او الابروتش الافضل، ان احنا نعمل بالانس ما بين dreaming big وما بين ان احنا نبريك داون او نكسر الاحلام الكبيرة دي اللي هي احلام صغيرة وستبس اصغر واتشيفبل اكتر، او ان احنا نحققها يعني نسبة تحقيقها اكتر. ولكن في كيسز مختلفة، يعني في ناس ما بتعرفش تشتغل الا لو هي حاطة لنفسها اهداف صغيرة، اهداف تقدر تحققها وتقدر ان هي تبقى شايفة اخرها، لان هم بيحبطوا بشكل كبير قوي لو محققوش الحاجات اللي هم عايزينها. وفي ناس تانية لا، بتحب ان هي تحط ambitious dreams بقى، او احلام جامدة جدا، احلام اللي هو big dreams بجد، يعني they are aiming to the sky، يعني هما يعني الهدف بتاعهم والحاجة اللي هم مصوبين
نفسهم تجاهها يعني السما they have no limits، ما عندهمش limits. دي الحاجة بالنسبة لهم اللي بتديهم push ان هم يحققوا الاهداف بتاعتهم، هي دي الحاجة اللي بتديهم الدفعة اللي قدام. بيحبوا الاحلام اللي من غير limits، بيحبوا الاهداف اللي من غير limits. ففي الحتة دي يعني بتختلف من شخص للتاني. كل واحد هو عارف مقياس نفسه، كل واحد هو مقياس نفسه، كل واحد عارف مقدار نفسه، كل واحد عارف هو بيحب ايه. ومش شرط الأحلام الكبيرة دي يبقى ان كلنا عايزين نبقى محترفين في المجال بتاعنا، لا. الأحلام مقياسها بيختلف من شخص للتاني، والكبير بالنسبة لي ممكن يبقى صغير بالنسبة لحد تاني، والصغير بالنسبة لي ممكن يبقى ده أقصى حاجة حد تاني بيحلم بيها أو بيتمنى بس ان هو يوصلها. فهي نسبة وتناسب. انتوا شايفين ايه؟ هل انتوا مؤمنين ان احنا نقيم هاي مهما كان اللي قدامنا، ما يفرقش معانا اي حاجة، ونعلي سقف الطموحات بتاعنا ونعلي سقف الأحلام بتاعنا؟ ولا انتوا بتفضلوا اكتر ان انتوا تحطوا goals achievable او اهداف تتحقق والوصول ليها باين اكتر وواضح اكتر؟ خلونا نكمل الكونفرسيشن دي على انستجرام، وقولولي لما تسمعوا الحلقة اذا كان بقى على انستجرام في الدي ام مسجز او في الكومنتس على البوستس، او ابعتولي كومنتس على سبوتيفاي. حابة اسمع وجهة نظركم. على فكرة في كتير منكم قوي بدأ يبعتلي على انستجرام بتاع حكاية التلات والانستجرام بتاعي، ياخدوا رأيي في حاجات، ودي حاجة بجد انتوا مش متخيلين هي مفرحاني ازاي وبسطاني ازاي. شكرا 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 لكل حد بعتلي بياخد رأيي في حاجة ويتكلم معايا. شكرا على التراست بتاعتكم دي، بجد 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 ممتنة جدا لوجودكم، وممتنة جدا لاهتمامكم برأيي ولاهتمامكم بالبودكاست. بس كده، ما تنسوش تقولولي انتوا مع انهي رأي فيهم. ورمضان كريم تاني، واشوفكم التلات الجاي. حكاية التلات هي بودكاست أسبوعي موجودة على أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالإنجليش. نتقابل التلات الجاي.